أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قراراً بالعفو عن الروائي بوعلام سنصال وإطلاق سراحه من السجن لأسباب إنسانية بعد تدهور حالته الصحية وتقدمه في السن، استجابة لطلب رسمي من الرئيس الألماني الذي عرض نقله إلى ألمانيا للعلاج. وكان سينيصال قد اعتقل فور عودته إلى الجزائر في نوفمبر 2021 بعد تصريحات صحفية انتقد فيها الأوضاع الداخلية، ووجهت إليه تهم المساس بالوحدة الوطنية والإضرار بالسلم، فحكم عليه بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية في مارس 2025. أثار قرار العفو جدلاً واسعاً بين من اعتبره خطوة دبلوماسية لتجنب التوتر مع أوروبا، ومن رآه قراراً إنسانياً يعكس مرونة سياسية ودوراً مهماً للعلاقات الجزائرية الألمانية في معالجة القضايا الحساسة.